على طول دلوقتي مباراتنا الهامة اللي شغلت الرأي العام المصري الأسبوع اللي فات كله. الزمالك والأهلي وطاقم تحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين. كان معاه مساعد أول سامي هلهل، مساعد تاني هاني عبد الفتاح، حكم رابع أحمد الغندور. معانا على تقنية الفار ثلاث حكام، أول مرة في الدوري المصري ثلاث حكام على تقنية الفار عشان ماتش مهم الأهلي والزمالك. كان محمد عادل حكم في ار، وحكم في ار مساعد عاطف حسين، والحكم الفي ار مساعد تاني محمود أبو الرجال. ماتش من بدايته كانت فيه مشكله. ماتش من بدايته كان فيه الناس كلها مش عاجبها طاقم التحكيم. الناس كلها اتكلمت على التحكيم بصوره سلبيه قبل المباراه، ضغوط كبيره على طاقم التحكيم وضغوط كبيره على ابراهيم نور الدين وطاقم التحكيم قبل المباراه. اساسا المباراه صعبه، اساسا المباراه فيها صعوبه كبيره، والصعوبه دي زادتها صعوبه عليها كمان الضغوط الكبيره اللي جت على طاقم التحكيم قبل المباراه. كلام كتير، ابراهيم معتزل. ابراهيم اعلن اعتزاله قبل المباراه، قبل الموسم، انه هينهي الموسم ده. وكلام كتير ان هيروح في قناه من القنوات يحلل، وكلام كتير ان هي في حوارات وفي قصص قبل المباراه خلت المباراه على صفيح ساخن تحكيميا. قبل المباراه يمكن انا قلت رايي، ده مش رايي، ده راي الاتحاد الافريقي وراي الاتحاد الدولي. ما ينفعش حكم يبقى اخر موسم ليه وهو اعلن اعتزال، يعني في اعتزال وانا قلت انا معتزل، ويسند ليه مباراه كبيره. ده متبع في الاتحاد الافريقي، متبع في الاتحاد الدولي. استحاله يبقى حكم حتى ما اعلنش اعتزاله هو اخر موسم ليه، اخر سنه ليه، ما بياخدش ماتشات مهمه. هو ده متبع، ده عرف متبع في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. فقلت الكلام ده عمل ضغوط كبيره على ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين حكم كبير، وحكم له صولاته وجولاته، اسمه موجود. لكن الرولز اللي بتتبع عشان تختار حكم لمباراه كبيره في بطوله كبيره زي الدوري المصري لازم تحترم. وبالتالي كان لازم لجنه الحكام تراعي ده قبل التعيين، وده عمل ضغوط كبيره على طاقم التحكيم، غير ضغوط ان ماتش كبير اهلي وزمالك، اكبر ماتش في افريقيا والشرق الاوسط. المباراة طبعا كلام كتير قال عن التحكيم، قعدنا 48 ساعة كلام عن التحكيم قبل المباراة بصورة كبيرة جدا، وكله جمهور السوشيال ميديا أهلي وزمالك كله مستاء، وكله بيتكلم بصورة سلبية عن التحكيم. طب رحنا للمباراة، هنشوف المباراة وأحداث المباراة، لأن بعد المباراة برضو قعدنا أسبوع نتكلم على لقطات تحكيمية هنتكلم عليها دلوقتي باستفاضة، ونتكلم بعلم وبقانون وباعتبارات وبحاجات مهمة جدا. بعتذر تاني عشان صوتي. بعلم واعتبارات وحاجات مهمة جدا للتحكيم في المباراة. في الدقيقة 6 كان في مطالبة لا الزمالك بخطأ وكارت أحمر على رامي ربيعة. الكورة رامي ربيعة وصل تماما للكورة، مفيش خطأ على رامي ربيعة، واستمر اللعب، كان قرار صحيح. ابراهيم نجح في اللقطة دي لسببين اتنين: اولا عمل سبرنت جامد جدا وقرب من الكورة، كان قريب جدا من الكورة. تاني حاجة ان هو فتح زاوية رؤية مهمة جدا، شاف اللقطة التحكيمية اللي احنا شفناها في التلفزيون والاعادات، والفار راجعها ان هو الراجل وصل للكرة مفيش خطأ، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح. ومفيش طبعا لا خطأ ولا كان لو كان في خطأ كان يبقى في كارت احمر، لكن مفيش خطأ في اللعبة دي. في الدقيقة 21 كان في انذار مستحق لكريم نيدفيد. كريم نيدفيد داس على قدم لاعب الزمالك، والانذار مستحق، وابراهيم كان موجود في اللقطه بصوره جميله، بصوره جيده جدا، وادى الانذار، وانذار مستحق على كريم نيدفيد وللتهور والدهس على قدم لاعب نادي الزمالك. في الدقيقه 32 بقى دي الخطا الاكبر لابراهيم نور الدين في المباراه، تهور واضح من كريم نيدفيد، كان يستحق عليه الانذار الثاني. هو سمح باستمرار اللعب وما اداش الانذار، وطبعا ما فيش تحت فرصه في انذار ثاني وطرد. الانذار الثاني حكم الفي ار تبعا لبروتوكول الفي ار لا يمكن ان يتدخل في الانذار الثاني باي حال من الاحوال، مش هيتدخل، مش هيقول له ان في انذار ثاني، هو يتدخل بس في الكارت الاحمر المباشر. وكان ده الخطا الاساسي اللي كان موجود في المباراه لابراهيم نور الدين. ومن حظ الحكم الكويس ان الخطا ده ما اثرش على نتيجه المباراه. ليه ما اثرش على نتيجه المباراه؟ لان الزمالك فاز في الاخر. في الدقيقه 44 هدف الزمالك الاول هدف صحيح، ما كانش فيه تسلل، الخطوط التسلل ترسم بصوره صحيحه، وفي نفس الوقت ما كانش فيه خطا قبل الهدف، وهدف الزمالك هدف صحيح. بدانا الشوط الثاني وبدانا بانذار مستحق على سيف الجزيري ومحمد عبد المنعم. سيف الجزيري عمل تهور على محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم قام ودفع سيف الجزيري بايده
الدفع كانت في الصدر، الناس كلها راحت انها تبقى كارت احمر. لا، الدفعه اللي حصلت هو اقصى درجات التهور، وانذار لسيف الجزيري انذار مستحق، انذار لمحمد عبد المنعم انذار مستحق، ولا ترقى للكارت الاحمر باي حال من الاحوال. في الدقيقة 54 فوجئنا بهجمة، كان ابراهيم بعيد شوية في الهجمة ديت، وحكم المساعد الاول سامي هلال كان قريب واداله اشارة باحتساب ركله جزاء ان في ركله جزاء للزمالك. ابراهيم صفر، وبعد كده استدعاء من محمد عادل حكم الفي ار، لقى ان في خطأ واضح من حكم المباراة، ان رامي ربيعة مدافع النادي الاهلي نجح تماما في لعب الكرة، وبعد كده حصل الاحتكاك مع لاعب الزمالك. لقطة تحكيمية، ابراهيم خرج شافها في الفي ار ورجع بتصحيح الخطأ. فعلا رامي ربيعه وصل للكرة، وهي حركه لعبه واحده. الناس كانت بتتكلم ان لما وصل للكرة كان ممكن سيف الجزيري يوصل للكرة، وبالتالي كان الاعاقه حصلت. الكلام ده لو في اكسترا موفمنت، لو في حركه اضافيه للرجل، يعني لعب الكرة وبعدين حرك الرجل حركه تانية عمل الاعاقه، ساعتها يعاقب حتى لو لعب الكرة. لكن اللعبه نفسها، هو لعب الكرة هي حركه وان موفمنت، هي حركه واحده، وفي نفس الوقت لعب الكرة والرجل اصطدمت بعد كده، وبالتالي لا يعاقب على الحركه الواحده. زي بالظبط اللي بينزل تاكلينج بياخد الكوره وبعد كده بيكمل في جسم اللعيب، لا يعاقب ويستمر اللعب. رجع ابراهيم صح الخطا ده. اكبر تدخل واحسن تدخل لحكام الفي ار في المباراه، لان الغاء ركله الجزاء ديت انقذت المباراه من خطا كبير. اذا كان في خطا استمر مع الناس لاخر المباراه، لكن الخطا ده هو الخطا الاكبر اللي كان هيستمر وكان هيبقى مؤثر كبير على نتيجه المباراه. وده مهم جدا ان هم صححوا الخطا وخرجوا بالخطا دوت، صححوه ورجع لغى ركله جزاء، وقرار صحيح من حكم الفي ار محمد عادل المميز. وكلام محترم جدا ان نرجع نصحح الخطا في المباراه، ما نخرجش بخطا كبير زي ده في مباراه كبيره زي دي. في الدقيقة 70 كان في تسلل صحيح على نادي الزمالك عند المساعد الأول سامي هلال، كان موجود في تمركز ممتاز ورفع التسلل وتسلل صحيح. في الدقيقة 73 كان في هدف الأهلي الأول أو هدف التعادل، كان هدف صحيح، مفيش خطأ قبل الهدف، مفيش تسلل قبل الهدف، وبالتالي بنتكلم على هدف صحيح. في الدقيقة 82 كان في تسلل صحيح عند المساعد الثاني هاني عبد الفتاح على النادي الأهلي. صعوبة التسلل ده إن التسلل كان في حضن هاني عبد الفتاح، يعني لما تبقى التسلل في حضن المساعد بيبقى تسلل صعب جدا، وبالتالي هو هاني رجع خطوتين لورا وخد التسلل، والتسلل كان صحيح وقرار صحيح من هاني عبد الفتاح. في الدقيقه 84 تسلل صحيح على النادي الاهلي برضو عند المساعد الثاني هاني عبد الفتاح، وكان برضو هاني واقف في مكان مظبوط وتمركز صحيح وكان قرار صحيح. 86 لقطه المباراه اللي الناس اتكلمت عليها كلام كتير جدا، الهدف الثاني لنادي الزمالك ومراجعته من حكم الفي ار وتم احتسابه. الهدف كان فيه كذا لقطه، الاهم فيهم هي اللقطه بتاعه سيف الجزيري واللعبه المزدوجه الخلفيه. المسافه كانت بالرجل سيف الجزيري وراس محمد عبد المنعم تتعدى ال 50 سم. الاساس في اللقطه دي ان رفع الرجل نفسه في حد ذاته مش خطا. الخطا يعاقب عليه المهاجم امتى؟ لو لمس رجله لمست راس المدافع، وبالتالي هيبقى خطا على الركله الحره مباشره على سيف الجزيري، او ان في لعبه خطره دينجرس بلاي على سيف الجزيري. لكن الارتفاع الرجل بالمنظر ده والمسافه اللي كانت موجوده تنفي اي وجود لعبه خطره، وبالتالي يا جماعه الفهم الصحيح لكره القدم بيقول ان اللقطه دي مفيش فيها خطا على سيف الجزيري. الهدف هدف صحيح، بنتكلم كقانون واعتبارات اتحاد دولي وقانون ان مفيش خطا على سيف الجزيري في اللقطه دي. ما كانش في تسلل في اللقطه، ما كانش في خطا على دونجا الالتحام اللي كان موجود مع محمد عبد المنعم، الكره كانت ان بتوين الاثنين، وبالتالي لما التحموا مفيش خطا على الاثنين. الهدف اتراجع بصوره صحيحه جدا ومفيش خطا من الاثنين لعيبه، او من ثلاث نقط اللي كانت موجوده في الهدف والمراجعه كانت هدف صحيح. وبالتالي محمد عادل راجع لهدف بصوره صحيحه وهدف صحيح نادي الزمالك. كان في كلام كتير على الهدف وحوارات كتير على الهدف، لكن ده اعتبارات الاتحاد الدولي. اللقطه اتبعتت الاتحاد الدولي، الرد كان موجود ان الهدف هدف صحيح، مفيش خطا على سيف الجزيري. ده اللي اتكلمنا عليه وده اللي قلناه في التحليل. لمين على مين مش فارق، احنا بنتكلم في تحكيم، لان وارد جدا اللقطه دي تحصل للنادي الاهلي بعد كده وهتتحسب، تحصل لاي حد تاني وهتتحسب. احنا بنتكلم على لقطه تحكيميه واضحه وصريحه، هدف صحيح تم احتسابه للنادي الاهلي. التحكيم خرج من المباراه بدون اي اخطاء تحكيميه مؤثره. الخطا اللي كان موجود هو كريم ندفد الطرد الانذار الثاني لاعب النادي الاهلي، وده ما اثرش لان في الاخر الزمالك هو اللي فاز، ما تاثرتش النتيجه بخطا الحكام. التحكيم خرج من المباراه بصوره جيده جدا، بنتكلم ان التحكيم المصري نجح في المباراه
مباراة كبيرة وأحداث كبيرة وأسبوع كبير، الكلام كتير جه على التحكيم، والمباراة خلصت بدون أخطاء تحكيمية مؤثرة. فاصل صغير ونروح على طول لموجز الأنباء. التحكيم مع جريشة.